فضلت احايله ما يردش اقول له يا امه، ما يردش اقول بن شرقي، ما يردش اقول له يا زيزو، ما يردش اعمل له ايه وارجع حايله، ما يردش اقول له يا امه، ما يردش اقول بن شرقي، ما يردش اقول له يا زيزو، ما يردش اعمل له ايه الله ما يردش اقول له يا امه، ما يردش اقول بن شرقي، ما يردش اقول له يا زيزو، ما يردش. في العيد الاهلي بيعيد على جماهيره وبيخسر مباراه مهمه جدا وبيخرج بره الفرق الكبار. صدعتونا من الفرق الكبار لحد ما فرقه من الفرق الكبار ضربتك على عينك، وانا هنا مش داخل احفل عليك، انا داخل اقول لك اللي حصل بالفعل واللي انت مش عاوز تشوفه. بتتكلم كده ليه يا انزه؟ هقول لك معاك، خدها من واحد زملكاوي قلتها لك والحمد لله، وبحيي نفسي على حاجه زي كده. في الشوط الاول في ماتش الذهاب، او خلينا نقسم يعني في الماتش الاولاني، قلت لك ان جماهير الاهلي سابت اداء الاهلي السيء وحميت الحكم نتيجه المباراه، مع ان الحكم خطا ممكن يكون لك ضربه جزاء قلتها لك، لكن اداء ما كانش احسن حاجه، اتهاجمت واتشتمت وكل حاجه حصل. اعمل زي ما انت عاوز في الاخر، اخبط ضربك في الحيط. انا بقول لك هنا رايي اللي انا شايفه، اللي يمكن يكون صح ويمكن يكون غلط، لكن الحمد لله احنا هنا لا بنطبل لحد ولا بنعرض لحد. انا بقول اللي يمليه عليا ضمير. بنتكلم وهنقسم الحلقه لجزئين، جزء الشوط الاول وجزء الشوط الثاني. انت النهارده في بدايه الماتش عملت مباراه اشد المتفائلين من جمهور الاهلي ما يتوقعش ان ده خالص. الاهلي استغل في بدايه المباراه سلاحين مهمين جدا. شوف كانت قد ايه كلام، انا هاخد بس لو نسيت حاجه هاخدها منها من كشكول. ففي الشوط الاول انت استغلت نقطتين مهمين جدا، وهو التسديد والعرضيات، فعملت عرضيات اكتر، عرضيات خطره، شكلك كان باين، استغلت التسديدات من خارج المنطقه فعملت شكل كويس، بالاضافه وحط تحتها مليون خط. ايه يا انزل اضافه؟ الجماعيه. شكل الاهلي في الشوط الاول كويس جدا، نتيجه ده ربنا كرمك في اول ربع ساعه وثلث ساعه جيت لهدف الاول عن طريق تريزيجيه. واهم حاجه الاهلي عمل الشوط الاول انه كمل بنفس الريتم ونفس المستوى. فنتيجه ده الجماعيه ونتيجه السلكان ونتيجه العرضيات والتسديدات والشكل الفني، الاهلي متقدم بهدف اول في الشوط الاول. عملت كل ما هو مطلوب بالنسبه للجماهير، على الاقل انا ضاغط، انا احسن، انا شكلي كويس فنيا في الملعب، بقدم مستوى كويس جدا، ماسك فريق طاق جزان وعلقه موت في الملعب. نقطه وارمي كلها في الزباله بقى، لان اللي حصل في الشوط الثاني ما حصلش شكله ولا هيجي شكله. في الشوط الثاني لعيبتك كلها اسطوات واقفه في الملعب زباله في الخلاط. عندك بعض اللعيبه اللي مش موجودين في الملعب بحد كبير في الشوط الاول يخليك تقول انا اللعيب ده هيخلص في الماتش. بن شرقي ما بيرجعش، زيزو عضلاته كلها في السماء ومش مؤثر، يعني لو شلته من الماتش مش هتحس بغيابه. صح ولا كلام غلط؟ انا غلط، قول ده في الكومنتات، ليك حريه راي وهقول رايك بمنتهى الامان ان شاء الله في فيديو لوحده كمان. فانت في الشوط الثاني ولا اي حاجه، مش موجود، لعيبتك كلها اسطوات واقفه في الملعب كده، الاسطوات كلها واقفين، محدش عايز ينزل، محدش عايز يقابل، محدش عايز يعمل اي حاجه. بعدها كوره بتنقطع من بن شرقي، او بن شرقي يرجعها للدفاع بطريقه مستهتره، بتلبس الهدف الاول عن طريق مهاجم. انا متاكد المهاجم ده كويس جدا، وهو اللي كان باين في ماتش الذهاب في تونس، بيسجل ترجي الهدف الاول، بيخبط قلع دماغه خبطه تفوقك، لازم تفوق. جولين 2 انت صاعد. ما حصلش كل ده، اللعيبه ولا كن الاهلي داخل فيها هدف، ولا كن الاهلي هو المطالب بتسجيل هدف واثنين وثلاثه، لعيبتك كلها في الملعب ولا حاسه بدور مسؤوليه، من ضمنهم عاشور وزيزو وتريزيجيه، مش حد يقول اللاعب ده يقدر يخلص. بعد كده تلبس هدف تاني عن طريق ضربه جزاء، بيحصل تغييرتين هنا بقى حسسك الاهلي ما عندوش مدرب. نص الملعب فاضي بخروج ديانج ونزول مروان عثمان وخروج هادي رياض ونزول حسين شحات. انا برمي كل الاوائل الهجوميه وبسحب ومش هاممني دفاع خالص. هجمات الترجي المرتده كانت خطر على الاهلي وقدر يستغلها عن طريق الهدف الاول وعن طريق ضربه الجزاء المشكوك في صحتها. بس انا هقول لك رايي بما يرضي الله، هي فيها وعليها، تنحسب ما تنحسبش، لكن اللي انا ميال له اكتر ان الكوره فعلا ممكن تنحسب ضربه جزاء. انا بقول لك اللي انا شايفه، انا راجل مش خبير تحكيم، لكن حاجه واضحه اقول لك هي واضحه صريحه، لكن انا شايف ان هي نسبه 90% ضربه جزاء، والعلم عند الله يمكن ممكن حد يضرب مش ضربه جزاء، راجل الحكم يعني نكون واثقين فيه كلنا، لكن انا شايف ضربه جزاء. فالاهلي بينضرب على دماغه. طب انت بعد الهدف سيبك من الفاظ يالا والكلام ده كله، ممكن يكون مثلا مش عاجباك، لكن انت في الملعب هل هي كلام غلط؟ كنت باين، كنت اخطر، كان شكلك موجود، ولا اي بتنجان.
الاهلي في النهايه ولا حياه من تنادي، بيجيب الجون الثاني، ترجي بيخطف الجون الثالث، الاهلي خارج البطوله. شكلك النهارده في الملعب ولا اي جديد ولا اي بتنجان. الملخص يا انز عشان هتعيدنا من الكلام. بص يا سيدي، الاهلي نتيجه صفقات الشو، نتيجه صفقات الهجص، نتيجه المشي وناس غير مسؤوله بيحصل ده. فرحان فيك اي طبعا، ندعي لك الاسوء اي طبعا، لكن ده ما يمنعش نقول لك الحقيقه. زي ما قلت لك برضه بدي لك حقك في الشوط الاول انك عملت ماتش كويس، بقول لك الحقيقه النهارده، انت مش عايز تسمع دماغك. جماهير الاهلي اللي سابت دماغها للصفحات وسابت دماغها للاداره النهارده بتحصد نتيجه التطبيل ده. ليه؟ هقول لك حاجه، هل الاهلي كان في احتياج لبن شرقي؟ لا. جبنا ليه؟ كتف الزمالك. ماشي، ما هي مش في الزمالك. ماشي. بردك عليا مش في الزمالك، ماشي. كان في احتياج لزيزو؟ ده جماهير الاهلي نفسها بيقولوا على زيزو بلوله في الزمالك بمستواه الفشيخ في الزمالك مقارنه بالاداء دلوقتي. لا هنقول كده في الزمالك. طب بلاش بلاش انا مش زملكاوي، مش هتخلص القصه دي خالص. هل الاهلي كان في احتياج للتعاون مع المصري البورسعيدي على حد كره جماهير الاهلي المصري البورسعيدي؟ لا. وده كان مش اول تعاون، ده انا مشيت لاعب جبته ب 50 مليون جنيه بمليون دولار من الاسماعيلي وديته مصر البورسعيدي اعاره. امال الساعي خليك فاكر انت اللي عملت كده. طب انت بلاش دول، اركن دول خالص. هل الاهلي لما جه رامي ربيعه قال انا عاوز اعدل عقلي يا باشا وزود لي عقدي هو اكرم توفيق، قلت لا وحقك تقول لا، عوضتهم بمين؟ العيش ب 75 مليون جنيه بره، الجزار دكه، هادي رياض في الاخر الاداء هو ما قدمتش حاجه، فانت ما فدتش جمهورك، انت بالذات ما فدتش جمهورك. طب النهايه يا انز، النهايه ان انا صرفت 5 اضعاف اللي انا محتاج اصرفه، في الاخر ما سددتش الثغرات اللي عندي. جماهير الاهلي في بدايه المباراه او في بدايه الاستوديوهات التحليليه في بدايه الموسم قعد يتريقوا على الزمالك وشكل الزمالك وإيقاف رضا عند الزمالك والزمالك بقت قصه كبيره عندهم. فالزمالك كان عنده حجج تخليه يوصل للمستوى الرديء ده، من اولهم مدرب، بعد كده عالم الفلوس بالكفر القيد بقى. فالزمالك النهارده هو ممثل مصر الوحيد. ليه يا انز؟ بيراميدز طلع فجاه كبرى من الجيش الملكي وخروج حامل البطوله. المصري بعد التعادل مع شباب بلوزداد، والاهلي بعد الخساره المزريه رايح جاي متوجه. ده فضيحه بمعنى صح يا اسطى، دي فضيحه. تعالى من شهرين اقول لك ان الزمالك في ربع النهائي مفيش حد في مصر في اي بطوله، واول الدوري محدش كان يصدق ولا حاجه من نادي. انا راجل مش اهلاوي ويمكن ما بحبش الاهلي، بس ما بكرهوش ومش ولا معايا كوره وحبه يعني عشان تعرف ما احطوش في دماغي. انا عايز اتكلم في حته مهمه جدا، قائمه منتخب مصر. حسام حسن النهارده حسبي الله ونعم الوكيل اعلن قائمه المنتخب النهارده. طب اعلنها ليه بعد ماتش الاهلي؟ كيف الضغط ده على الاهلي؟ مش راجل على دماغه اشوف حاجه يشغل بيها الناس. اعلن قائمه الفريق او قائمه المنتخب الاستعداد للوديتين بتوع اسبانيا والسعوديه، ماشي حقك يا عم، بس عايز تقول بما يرضي الله، ما كانش حسام حسن ده لو راجل ذكر ياجل القائمه بتاعته لبعد ماتش الزمالك، لان في لعيبه بالذات كانت تستحق تكون في المنتخب، ودي حلقه مهمه جدا، حلقه كبيره لوحدها خالص، ما كانوش موجودين. ابسطهم محمد اسماعيل، كلنا عارفين اداء محمد اسماعيل، سيبك بقى من اهلاوي والزمالكاوي وقلت عكس كده انت كداب. طب هل في لعيبه موجوده في القائمه ما تستحقش تكون موجوده؟ ايوه، محمد هاني الجماهير وتسيب له ب 100 مللي، زيزو الجماهير قالت بتسيب له 100 مللي، موجودين كل دول موجودين في حلقه لوحدها. لكن انا فارق معايا التوقيت، احط النهارده ليه الماتش ازاي؟ ما انا استنيت ماتش الاهلي، استنى ماتش الزمالك، مفيش حاجه خليك تستعجل، مفيش لعيبه تروح النهارده لعيبه تكمل بعدها، فوقهم استقيم. والله بقيت اكره المنتخب بسبب التطبيل، بقيت اكره الكوره المصريه بسبب التطبيل والتعويض الكتير. يا جماعه ارحموا اللي خلفونا والله. قلت لك قبل كده وعلى كلام في مفيش مسؤول في مصر بيفهم كره القدم من اول راس في الرياضه لاخر راس في الرياضه، من اول رؤساء الانديه كبارات الراس لحد الناس اصغر راس من المشجعين. في النهايه ده كان كلامي وحاسب عليه، وده رايي، ممكن يطلع صح ممكن يطلع غلط. لو انا صح اعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس، انا غلط ممكن تقول لي في الكومنتات، ورايك انت احسن من رايي وكلامك ده فوق دماغي، وباذن الله اشوف حاجه جديده، والسلام.